تخيل تبقى مش مقاطع، لا وكمان يجيلك تسمم. شهاب فلا الله ولا فالك، ايه اللي انت بتقوله ده؟ في ايه؟ اول امبارح واللي هو تحديدا يوم 23 اكتوبر تحصل حاجه في امريكا تقلب الدنيا. دكتوره في مستشفى ما جالها مريض بطنه بتوجعه جدا، فلما بدات تكشف عليه لقيت ان بطنه فيها عدوى بكتيريا اشريكيه. دي بكتيريا بكل بساطه بتيجي من اكل، وخصوصا لو الاكل ده مش مظبوط، يعني مش مطبوخ بطريقه كويسه او اي حاجه في مكونات الاكل دي بايظه، ولا قدر الله البكتيريا دي لو اتمكنت من جسمك هتموتك. المهم ان الدكتوره سالت الراجل يا استاذ حضرتك كلت ايه؟ قال لها ان هو كل برجر من ماكدونالدز. المهم ان ساعه والتانيه يعدوا وتبدا تحصل كده حاجه غريبه. كذا عياده في امريكا جالهم مجموعه اشخاص بنفس الاعراض بالظبط. ده خد التقيله، واحد من الاشخاص دول اللي كلوا برجر من ماكدونالدز وجالهم العدوى البكتيريه دي ما قدرش يستحمل فمات. المهم الدنيا تتقلب على ماكدونالدز، ونزلت حملات تفتيش تشوف ايه اللي موجود في المطاعم بتاعتهم، وبالفعل اكتشفوا ان في مكون من مكونات السندوتش هو اللي جاب العدوى البكتيريه دي، بس لسه مش متاكدين هل اللحمه ولا البصل.